بعد 2021 ما دخلتش في علاقات كتيره يعني. طب انتوا بتعكسوني ولا ايه؟ شعرها بني كده وتلمع على طول. قولي وحياه ابوك يا جماعه، انتوا ليه محسين انها جايه لكم كلاي؟ قد ايه فعلا الحب ساحر. بحب قوي المشهد ده. وانا ذكيه يا جدعان. لو في اشاعات كده كده هترد ولا هتعمل من بينها زي دلوقتي كده رومانسي يا مالك زي ما البنات فاكرين ولا لا؟ الحب سينيوريتا حبيبه قلبي. اهلا، النهارده معايا بوكس جوسب، تعالوا نفتحه ونشوف فيه ايه. ماشي، خد اللوكشه. اسئله ملهاش علاقه ببعض. تحذير هام: انسى الدبلوماسيه واللف والدوران في الاجابات يا مالك. ها احنا عارفينك بتعرف تخلع ازاي من الاسئله، بس مش علينا، هنشوف. عرفت يا مالك الحلل والكنك بتاعك بيروح فين ولا لسه الموضوع مش لاقي له حل؟ والله العظيم لاقي له حل. لا طب احنا قصه، بس ايه اللي حصل؟ لا هو مفيش، الموضوع بسيط. هو الحلل كل ما اجيب كنكه بتختفي تقريبا. بقى في حد هفاف عندي في البيت يا اخويا، يا حد بيجي ما اعرفش والله. الموضوع ده لقيته تفسير اصلا؟ لا ما اعرفش والله. الواحد لازم يبحث اكتر عن الموضوع يعني. اعمل ايه يعني؟ كنت بتحب شوكولاته بالشطه وجربت فراخ بالبيض وبتقول ان البيست ديت بالنسبه لك هو الاكل، بتاكلها يا احمد يا مالك؟ والله على حسب يعني. ممكن الاسيوي، بحب بقى المطعم الاسيوي. يعني انت كده كده يعني الموضوع مش هتروح في حاجات غريبه. هو الاسيوي مش غريب؟ ما الاسيوي غريب. انت اكلت حلزونه قبل كده انا عارف. بحب اجرب الحاجات الجديده. طب انت يعني ايه اغرب حاجه جربتها غير الحلزونه؟ هو مفيش اغرب من الحلزونه. الحلزونه في حد ذاتها غريبه جدا يعني. طب بمناسبه الجيم، احنا عارفين انك اقوى واحد في الجيم كده كده. لا ده اقوى واحد ايه؟ قول لنا مالك قبل الفورمه كان ايه وبعد الفورمه بقى ايه؟ غير انك حلويت زياده بصراحه. انتوا بتعكسوني ولا ايه؟ ورينا الباي لو سمحت. طب انا هعدي السؤال ده. ايه اللي حصل في مالك ذات نفسه كشخص يعني قبل الجيم وبعد الجيم؟ والله هو اي تمرين، مش جيم بس يعني، بس اي تمرين واي روتين في يومك بيفرق جدا. هو بيفرق قوي في صحتك وبيفرق في حالتك النفسيه. حاسس ان اي انسان محتاج يبقى عنده روتين يومي كده، تبقى حاسس انك احسن عامه. ولو انت متضايق نزلت تتمرن ايا كان نوع التمرين تبقى تمام يعني. بيدخلك جوه اطار صحي كده الواحد محتاجه اليومين دول الصراحه. سؤال ثعباني سيكا، انتوا بتدلعوني. امل لوكا حوار انك دايما بتكسل تخرج وتطلع مليون عذر عشان ما تنزلش، بس لما توصل مكان الخروجه بتتشقلب عشان ما تمشيش، غالبا بتمشي اخر واحد. دي مشاكل نفسيه بقى. حاسس انا يا كله يا ما فيش يعني. ما اخرجش خالص، يا لو خرجت مثلا ورحت للشباب او عملت حاجه يا للاخر بقى. فعلى حسب، فانا يا اقطعها فاهم من الاول وما فيش خالص، يا اروح للاخر. تبقى على حسب يعني. ايه الاعذار اللي بتخرج بيها للناس اللي حواليك، اللي هو حد كلمك من صحابك القريبين منك، مش الناس الثانيه طبعا تصوير وبتاع، لكن ده بقى ايه الحاجات اللي يا جماعه بلاش ننزل عشان ايه بقى؟ بقول والله العظيم ما قادر، كنبه حلوه، عامل اكله وابقى عايز اتفرج على اي حاجه على التلفزيون وانام. بقول الحقيقه يعني هو مش قادر يا جدعان. بس بيضايقوا منك؟ لا عادي، صباح الفل. تعودوا بقى. ساره عبد الرحمن قالت قبل كده ان انت اكتر واحد بترد على الواتساب متاخر، وهي خلاص اتعودت على القصه دي يعني، فبقت بتستنى لو عايزه منك حاجه النهارده هتبعت لك قبلها باسبوع يعني. والله بس دي مش حاجه حلوه والله. الواحد بيحاول يغير من نفسه يعني. بس انا بسقط الصراحه كتير يعني. عارفين ان حياتك الشخصيه خط احمر، بس احنا لوننا المفضل الاحمر. خلينا نسالك اسئله سريعه جدا. مين المدرسه اللي كنت شايفها احلى واحده في الكوكب وكان شكلها عامل ازاي؟ كان مدرسه انجليزي. ليه كانت دي بالنسبه لك اجمل واحده في الدنيا؟ الانجليزي بقى وكده. ما اعرفش، كنت شايف شكلها حلو يعني. شعرها بني كده وتلمع على طول كده، فكنت بحب. ما اعرفش، كنت معجب بيها بقى وانا صغير. انت لحد 2021 اتحطيت في الفريند زون 3 مرات، في مرات بعد كده ولا الفورمه ظبطت الدنيا؟ لا والله يعني بعد 2021 ما دخلتش في علاقات كتيره يعني. تمام، ظابط حالي يعني. ما حطيتش في فريند زون يعني؟ لا الحمد لله. لا الحمد لله. طب حطيت في فريند زون؟ ممكن كنت عملت كده فتره يعني. مره ممكن مره. لحد برضو 2021 اطول علاقه ليك قعدت فيها 2.5 سنين. اقصر علاقه كانت قد ايه لحد دلوقتي في حياتك بقى؟ بص، انا العلاقات الحقيقيه اللي دخلتها في حياتي كانوا 3، قعدت فيهم حبه يعني اول علاقه قعدت فيها 3-4 سنين بس كنت صغير قوي. وتاني علاقه كانت اقصر واحده قعدت فيها حوالي 1.5 سنة مثلا. تالت علاقه قعدت 2.5 3 سنين. انت بتطول. بطول يا باشا. بمناسبه انك بتنام في اي حته، قول لنا ايه اغرب مكان نمت فيه؟ مره واحنا صغيرين كنا خارجين في المكان فيه مزيكا، في سماعه كبيره قوي، نمت جنبها، نمت تحت السماعه، قعدت على الكنبه سقطت كده جنب السماعه. طبعا ده تخلف. ذوقك في البنات بيعجب اخوك. البنات يا ملوكه بشكل عام طالعين من نفس البيت، فساعات ذوقنا واحد. طب احنا معديين وشفنا كده حد بنضحك كده لبعض بنفهم على طول يعني. لو انتم متفقين في طيب بنات، ايه الحاجات اللي انتم مختلفين فيها سنه؟ والله لسه ما اختلفناش. يعني في النقطه دي يعني واضح ان ذوقنا شبه بعض. اتكلم في الحياه عامه بقى، انت كشخص مثلا انت وحسن ايه اكتر حاجه مختلفه فيكم انتوا الاثنين عن بعض؟ دي ممكن مع العمر. حسن ممكن يكون بيعند اكتر في حاجات، وانا مع الوقت بقيت
ما عانيتش قوي فيها. اخر سؤال جماهيري، عايزين نعرف قصه التاتو ايه ده يعني. ماشي هقول لك، ده عملته وانا 16 سنه، كنت صغير وبحب التمثيل قوي وكده. كان في لوجو علامه المسرح، الوش اللي بيضحك والوش اللي بيكشر، بس انا دلوقتي مش عاجبني خالص وعايز اشيله. طبعا قرارات بقى عملتها وانت مراهق وكده، بس هو علامه المسرح يعني. كنت صغير ومعجب قوي بالتمثيل وعايز اخش فيه، فكنت عايز احط اللوجو بتاع المسرح. فاول مكان فكرت فيه ايدي وبشكل كبير، فمش عاجبني قوي دلوقتي. انا بقيتش قادر التاتوهات الصراحه، عشان بتاخد وقت كتير قوي في التصوير، في المكياج، تروح قبلها بنص ساعه عشان يشيلهولك. بس ده صغير فبياخد ربع ساعه، بس انا بالنسبه لي ربع ساعه دي طب ما انامهم استفاد بيهم، فاهم؟ فبقيت مخنوق منه يعني. سؤال جماهيري رقم 1، احمد مالك شعره اسود دقنه بني شنبه اصفر، احكي لنا القصه العجيبه دي، وهل فكرت تصبغهم لون واحد ولا مش ملوك اللي يصبغ؟ والله انا بحس ان انا شكلي شيشاني، فاهم؟ بتبقى عارف خبيب وبتوع اليو اف سي دول وبتاع، فبحس ان الجينات جايه من هناك على جينات شاميه، مع ان عادي خالص احنا مش شرقيه من بلبيس يعني. حاسس في فلاحين كتير شكلهم عندهم البياض الفلاحي ده، فاعتقد انا وارث البياض الفلاحي من اهلي يعني. طب انت عمرك في حياتك كنت تصبغ مثلا او حاجه؟ ساعات بغمق دقني في الشغل عادي، بتغمقها كده عادي. عايزينك تحكي لنا عن رحله تحول مالك من الجبنه والبطيخ اللي كانت رايح جاي بيهم في البيت، وصولا ل7 كيلو صدور فراخ مشويه. الشقان كسبان بقى، فالواحد لازم يشقى، لازم تودي بقى. قول لنا، محدش حاجه يعرفها عن ساره عبد الرحمن، هدى المفتي، احمد داش، عصام عمر. ساره عبد الرحمن كانت عايشه في جاردن سيتي. هدى المفتي بتحب البتنجان جدا بس ما ينفعش تاكله. داش جاري ساكن قريب قوي مني واحنا صغيرين. عصام عمر، عصام ثعلب. معلومات عامه. بعض دول اوروبا زمان كانوا بيحطوا الجمبري على دماغهم ليه؟ عشان رخمين اكيد، شعب ساقع كده محتاج يتزفر شويه. لا تفتكر ليه؟ حاجه ليها علاقه بالطقس مثلا؟ طب ما تديني اي. عشان الصداع، عشان يخلوا الصداع يروح مع فعلا اقسم بالله. مسابقه رمي التليفونات القديمه بتتعمل في بلد ايه؟ في الهند؟ لا. في النرويج؟ لا. حرف الف. فنلندا؟ في فرنسا؟ لا فنلندا صح. فنلندا انا عارف طبعا. في 5 ثواني اذكر 5 فنانين اسمهم احمد داوود، احمد السقا، احمد مكي، احمد عز، احمد مالك. معنى اسم هدى وجمع كلمة نعناع. هدى هو الهداية، جاي من الهداية بالظبط. وجمع كلمة نعناع نعنع. لا. نعنع مصحف. ايه الصوت الوحيد اللي بيخوف الاسد؟ الفار. لا عامة وزعت شوية. هتلاقيه بس حاجة صغيرة اكيد. لا صوت مرعب. الدب. الشتاء. في الشتاء بيخافوا منه. صوت الرعد. كمل المثل التالي، ابو كرش يسونك ولا ابو عضل قولي وحياة ابوك. ايه؟ اكمل المثل التاني. اكمل المثل التاني، ابو كرش يسونك ولا ابو عضل يخونك. فيلم منى زكي ظهرت فيه مع ياسمين عبد العزيز، ده دودي. بحب قوي المشهد ده. منى زكي يا جدعان، قد ايه فعلا الحب ساحر. المهم قال هذه العباره حلوه مني، انا قلتها صح مع انس. والله دي عماله تنزل ريلات وعماله اتفرج عليها واقول لا دي حالات واتس مود بقى بجد والله العظيم. وعليها مزيكا وانت بتتكلم فاشن قوي. الحب طبعا فارس السكر. الحب سينيوريتا حبيبه قلبي، فارس السكر طبعا. ايوه بحبها قوي. تعرفني في اللعبه دي هجاوب على اسئله بسرعه جدا، وبعد ما هتكلم حد قريب ليك جدا تساله نفس الاسئله عشان تعرف هو عارفك كويس ولا لا. فراخ مشويه في البيت ولا فراخ مشويه من بره؟ فراخ مشويه في البيت طبعا. عندك سفريه مع الشباب بتنزل ستوريز ولا بتخاف من الحسد؟ لا مش بنزل. بتتلقط رادارات كتير ولا سواقتك عاقله؟ لا طبعا سواقتي مش عاقله، بتلقط رادارات جامد. ايه اكتر حاجه احمد مالك بيصرف فلوس عليها غير حاجات الجيم؟ يا جماعه انتوا ليه محسين انها جايه لكم كلاي؟ انتوا مش شايفين الموضوع عامل ازاي؟ عادي يعني. اكتر حاجه بصرف فلوس عليها الاكل بقى عشان الجيم. لو حد جاب لك هديه مش عاجباك بيبان على تعبير وشك ولا بتعرف تحور الانبهار منك ممثل كده؟ لا بيبان تعبيري على وشي بجد. والله الموضوع حصل قبل كده؟ ساعات بيحصل يعني، مش فاكر موقف معين بس انا عامه اللي على قلبي على وشي. ايه اكتر دلع مالك مش بيحب يتقال له؟ مش بحب ملوكه زمان وانا صغير، او ملوك او بتاع، كانت مستفزه جدا بالنسبه لي. نومك تقيل ولا نسمه الهواء بتصحيك؟ لا نومي مش تقيل، حاجه في العيله عامه. بتحب ترغي في التليفون ولا اخرك الو سلام؟ انا بحالات جدا يا هرغي كتير قوي يا اهلا سلام، مفيش حاجه معينه قوي يعني. بتحوش فلوسك وتعمل حساب المستقبل ولا صريف وجيبك مخروم؟ لا بحوش على قد ما اقدر. رومانسي يا مالك زي ما البنات فاكرين ولا لا؟ رومانسي جدا. هتتصور كتير من غير تيشيرت عشان الفورمه يا فورمه؟ بس مش هنزلها يعني، بس هاخدها لنفسي يعني. بس انتوا ليه برضو موضوع الفورمه ده الناس مش هتفهمه؟ اصل اقول لك على حاجه، لا الناس كتير قوي يعني شايفين الترانسفورميشن اللي انت اللي حصلت معاك. الكومنتس دي جت لنا كتير بجد والله العظيم. لو في اشاعات كده هترد ولا هتعمل من بنها زي دلوقتي كده؟ لا هعمل من بنها زي دلوقتي كده. ماشي يا جماعه، احنا معانا حسن مالك دلوقتي. حسن احنا هنلعب اللعبه اللي هي اسمها تعرفني، اللي هو هسالك اسئله انا رديت عليها وانت ترد عليها، فنشوف انت تعرفني ولا لا. يلا بينا. يلا يا اخويا. فراخ مشويه في البيت ولا فراخ مشويه من بره؟ في البيت. جدع.
انت هتسقفه كل مره؟ كل مرة. ماشي هتسقفه كتير. ايش يلا بينا. راح تكسفني يا حسن. عندك سفريه مع الشباب بتنزل ستوريز ولا بتخاف من الحسد ولا ما بتنزلش؟ بنزل عادي. لا يا حسن ما بس بنزل. ما بنزلش قوي يعني. لا يا حسن انا يا اسطى انا. ده انا بفكر انا. ده برنامج عني انا معلش. انا اللي في البوكس. السؤال ما جاتش على سؤال يلا. ماشي. بتتلقط رادارات كتيره ولا سواقتك عاقله؟ حبيبي يا قليل. جدع. حبيبي يا حادثه عامل حادثتين. ماشي 3. انت ايه ده في تالت؟ ماشي. ايه اكتر حاجه احمد مالك بيصرف فلوسه عليها غير حاجات الجيم؟ اقول لك ايه مثلا اكل. جدع. لو حد جاب لك هديه مش عاجباك بيبان على تعابير وشك ولا بتعرف تحور الانبهار منك ممثل وكده؟ تعرف طبعا. حبيبي غلط. انا قلت مش بعرف. ماشي. ايه اكتر دلع انا مش بحبه؟ مش هنعرف قوي. حاسس ماذا؟ لا بس تمام. بس قلت وانا صغير، الواد كان صغير قوي. نومك تقيل ولا نسمة الهواء بتصحيك؟ ده نسمة الشعر. هو كمان كده. بتحب ترغي في التليفون ولا اخرك الو سلام؟ لا بترغي. ايوه انا قلت ساعات برغي وساعات لا، فانا كده. تحوش فلوسك وتعمل حساب للمستقبل ولا صريف؟ لا بتحوش. جدع. رومانسي يا مالك زي ما البنات فاكرين ولا لا؟ حصل اخويا. هتتصور كتير وانت عريان عشان الفورمه حصل. قلت لكم حصل. لو في اشاعات كده هترد ولا هتعمل من بنها؟ بنها طبعا. بنها اول ميكروباص. جدع. خلاص خلصنا. بس تمام صح بس ده. يعني هو انت مش كل الاجابات صح يعني، بس همشيها 8 من 10 مثلا. 7 من 10. 7 من 10. تسلم لي يا حسون. لا بقى ما انت منتج الواحد. ماشي حاضر. هيحصل حبيبي. يلا سلام. جود لك يا حبيبي. سلام. يعني والله اتبسطنا معاك تمام قوي. يعني تمام. احنا خلصنا كده. انا شفت والله العظيم. ده انا جاي مشوار طويل وكده. لا بجد والله اتبسطنا معاك قوي والله. الحلقه كانت لذيذه وحاولنا ندعبس كده في حته. انت برضه بتحاول محوط وعامه دبلوماسي برضه. اتبسطنا معاك جدا والله. وانا قوي. شكرا. ربنا يخليك. متشكر قوي. باي. سلام. باي. سلام. باي. سلام.